السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم قناة البيت البسيط مع فاطمة محمود. معانا خبر النهاردة 4 أبراج محظوظة الحظ بيروح وراهم حتى لو تحت الأرض. بحسب توقعات نيفين أبو شالة، برج الأسد الحظ يرافقكم أينما ذهبوا. يعد برج الأسد من أكثر الأبراج التي ستشهد حظا رائعا في الأيام القادمة. سيكون الأسد محاطا بالفرص في مختلف جوانب حياته، سواء كان في العمل أو الحياة الشخصية. سيجد الأسد نفسه في مواقع مريحة تجعله قادرا على تحقيق أهدافه. ستكون تحديات بسيطة أمامه وسيتمكن من تخطيطها بسهولة بفضل حظه الذي يرافقهم. برج العقرب، تحول جذري في حياتهم. سيشهد تحولا جذريا في الفترة المقبلة، حيث سيكون لديهم القدرة على التغير والتطوير بشكل ملحوظ. نيفين بوشيلة توقعت أن الحظ سيقف بجانب العقرب، مما سيساعدهم في تخطي العقبات الكبيرة التي كانت تؤرقهم. التوقعات تشير إلى أن العقرب سيعيش مفاجآت سارة في مجال العمل والعلاقات الشخصية. برج السرطان، فترة إيجابية للغاية. السرطان أيضا من الأبراج المحظوظة وفقا لتوقعات نيفين أبو شالة. سيتمكن مواليد السرطان من العثور على السعادة والراحة في حياتهم الشخصية والمهنية. فترة إيجابية قادمة ستشهد ازدهارا في حياتهم، حيث ستتغير الكثير من الظروف لصالحهم، سواء كان ذلك على الصعيد العاطفي أو المالي. سيتفاجأ السرطان بالفرص الكبيرة التي ستطرأ على حياتهم. برج الدلو، الحظ في صفهم. تشير إلى أن برج الدلو سيكون من الأبراج المحظوظة التي ستشهد أوقاتا مليئة بالإيجابية والفرح. سيتمكن مواليد هذا البرج من استغلال الفرص التي ستظهر أمامهم بذكاء وحكمة، مما سيساهم في تحسين أوضاعهم الشخصية والعملية. سيكون الحظ في صفهم حتى من أصعب الأوقات. وبكده يكون ده الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.